هاي بنات، مثل ما طلبتوا مني بخانة التعليقات دايما عم تسألوني شو هن البرودكتس اللي بستعملهم الصبح وكيف بعتني بوجهي. اليوم رح خبركن شو هن الغراض بالتفصيل وشو بعمل، ورح فرجيكم كيف بحط الكريمات الخاصة فيي، وكمان رح مرق لكم شي انه كيف بعتني ببشرتي بالليل. بس قبل كل شي بدي اقلكم انه اذا بتحبوا تحضروا الفيديوز اللي انا عم بقدم لكم اياها لازم تعملوا سبسكرايب هون للشانل حتى تحضروا كل شي جديد. وحيلا تعليق او اقتراح عندكم اياه اتركوا لي دايما بخانه التعليقات. انا بهتم كثير ببشرتي بالكريم والغسول خاصه لانه بشرتي كثير دهنيه وبيطلع كثير حبوب، اذا ما بعتني كارثه، يعني بيصير في كوارث. اول ما اوعى بغسل وجهي اكيد، فبستعمل هيدا الجل من افان يلي هو اسمه كليننس جل. هيدا الجل كتير منيح للبشرة الدهنية لأنه ما بيخلي الإفرازات ترجع تطلع بخلال النهار. من بعد ما أكون غسلت وجهي، أكيد ما رح فرجيكم لأنه شي عادة بغسل بمي عادية، بستعمل هيدا البرودكت اللي كتير حلو من بايوديرما، هو مي بس خصوصي للبشرة الدهنية لأنه بينقي وبينظف. باخد قطن عادية، يوجولي أنا ما بيكون عندي من هذا القطن، بيكون عندي الكوتون ديسك اللي بيجي هيك مدور يعني. بحط شوي من البايوديرما المي وبمسح فيها وجهي. هذا مثل تونر شوي، يعني بينظف كل المسام. بقطع على الجبين والخدود لأنه هن أكتر منطقة أنا عندي بيطلع فيها حبوب، وببلش نظيف لفوق. ومن بعدها الخدود كمان لفوق. وبس تشيلوا رح تلاحظوا انه القطن قد ما يكون وجهكم نظيف رح يطلع فيه اشياء. من بعدها بنطر شوي حتى تنشف المي عن الوجه، وبرجع بحط الكريم يلي بستعمله كل يوم يلي هو من افاكلار. اسمه افاكلار، هو من لاروش بوزي. هيدا الكريم بيساعد انه يخلصنا من كل الشوائب يلي بتكون معلمه، يعني هو خصوصي مش تيشيل الحبوب، ليشيل كل شيء معلم. هيدا بستعمله عاده بالنهار، ما كتير بستعمله بالليل لان في اشياء تانية بستعملها. سو بحط نقطه كتير صغيره على ايدي وبمده على الجبين الانف وكل الوجه، وببلش اعمل حركه تجي من المنخار لبرا، لانه هذا الشيء بيساعد الكريم يفوت كتير منيح على المسام وبيحرك الدورة الدموية. ثالث برودوي عادة بستعمله هو للعيون. أنا بستعمل هيدا البرودكت من أفان، هو اسمه سوان أبيزان كونتور ديز جو، يعني لحوالي العيون. بخلصني من التعب لأنه أنا مثلا ما بعاني من التجاعيد بعد، أكيد لأني صغيرة، بس بعاني إنه عندي تعب لأن بقعد كل النهار على الكمبيوتر. كمان باخد نقطة كتير صغيرة لأنه للعين ما نكون بحاجة لكتير، وبحطها تحت وشوي فوق. المساج كتير مهم للبشرة الصبح. هلا انا ما كتير بعمل، يعني شوي بجرب احطهم وبنطر لانه بكون كتير مستعجله. بس اذا انتم معكم وقت اكتر اكيد افضل تدلكوا، بس انه مش كتير تاخدوا وقت لانه مش كتير بحاجه الصبح. افضل تعملوها من بعد ما تعملوا ماسك مثلا للوجه، اذا كنتوا كل جمعه بتمرقوا ماسكات. هلا انا بس خلص والبس، من بعدها بحط الاكران يلي هو الواقي من الشمس. بستعمل هيدا البرودكت يلي هو اسمه ايزك، بعتقد ما بعرف اذا هيك بتنلفظ. هيدا الاكران بيعقد لانه خصوصي للبشره الدهنيه وما بيلمع، يعني لما بحط منه بالنهار ما بحس انه بشرتي زيتت او عامل على ابيض. كتير منيح، كتير تشربوا البشره بسرعه. وانا منقايه الاس بي اف 50 يلي هو اكتر شي بيحمي من الشمس. انا ما بظهر بلا اكران لانه الاكران كتير بيساعد انه اولا ما كتير يطلع لكم حبوب. ليه؟ لانه مش هو بيخلي يطلع حبوب، بس هو بيحمي من الغبره والاشياء اللي بالنهار يعني البشره بتتعرض له. كمان بيحمي من الشمس اللي هي كتير مضره للبشره. اكيد اذا رايحه اسهر مش انه بروح بحط اكران، بحطه الصبح يعني قبل الميك اب يلي بعمله قبل ما اروح على شغلي. بحط نقطة صغيرة، ومن بعدها إذا بدي أحط فوندو تان بحط شوي، وإذا لا بكتفي إنه أحط إكران بحط شوية بلاش
ماسكارا وجلوس وبكون قادرة انبشه. العناية للنهار. اما بالليل رح اعطيكم هيك مثل موجز سريع حتى تعرفوا. بالليل كمان بس اجي بغسل وجهي، برجع بستعمل البايوديرما يلي استعملته قبل شوي، بيرجع من بعدها بستعمل هولي البرودويين. كل يوم بحط واحد منهم. هلا شكلهم يعني معستهم بستعملهم كتير. رح اقلكم اول واحد هو هذا البرودوي اسمه ايريليك. هذا البرودوي بيجي مثل جل، بتحطيه على بشرتك بخليك ما يطلع لك حبوب، يعني مثل بينشف البشره وبيقشرها. بس ما فيك تحطيه كل يوم، بتحطي يوم من هيدا ويوم تاني مثلا من هيدا البرودكت اللي هو تريو بانز. كمان شوي بيقشر، بيخلي الحبه تنشف. لما تحسي انه بشرتك صارت كتير ناشفه، او انا مثلا شخصيا لما بحس انه بلشت تنشف ما بعود بستعملهم، بوقفهم. بستعمل مثلا الافاكلا يلي كنت استعمله كل يوم لبين ما بشرتي تصير كتير مرطبه وكتير منيحه. فهو هن باختصار البرودكتس اللي بستعملهم البرودكتس اللي بستعملهم بالنهار وبالليل. اذا عندك اي سؤال حول العنايه بالبشره فيك تساليني بخانه التعليقات. واذا انت كان عندك برودوي استعملتيه وكتير حبيتيه بخصوص البشره الدهنيه شاركيني فيه بخانه التعليقات لانه كتير بهمني. وما تنسي تعملي سبسكرايب لقناتي وتتواصلي معي على فيسبوك تويتر وانستغرام. بشوفك بفيديو جديد. باي.